السلام عليكم. النهارده الفيديو مختلف. انا النهارده جايه اقول لكم انا ليه فتحت القناه دي. اول حاجه اول مره جه في بالي افتح قناه على اليوتيوب اوصل بيها صوتي للبيوت، وان لا لازم اتحرك. وانا الفكره كانت في دماغي من زمان، بس كان حصل موقف خلاني لا انا مش هتاخر، انا كده تمام. انا كنت يوم كاتب كتابي، ما كانش المأذون بيجي البيت وكده، لا كان واحد معرفه ولازم احنا نروح له. تمام. فرايحه بقى انا وجوزي وحمايه واختي وبابايا وزغاريت بقى وايه واللي لقينا عمو عنده المأذون عنده في المكتب حاله بتطلق. كانت من اكبر صدمات حياتي. واللي بقول مش عارفه، لازم بجد ان المأذون يجي في البيت، ما ينفعش حد يروح له لاختلاف الحالات اللي بتروح له. فانا كنت قاعده خلاص، ما احنا مستنيين دورنا لما هم يخلصوا طلاق، ولقيت الزوجة بتبكي بانهيار. وحرام عليك، احنا كنا اول يوم العيد انا فاكرة، انا حرام عليك البيت بيتهد منك لله، انت عملت كده ليه؟ ومعاها طفلين كده صغيرين عمالين يعيطوا، وانا قاعدة انا مش عارفة. تخيلوا ان انا عروسة وشايفة ده كله. بس الولاد اثروا فيا قوي بجد. اكتر حاجة اثرت فيا اليوم ده ولادها كانوا قاعدين يعيطوا ويقولوا بابا وماما، هم مش عارفين يبصوا لمين بس هي كانت عماله تقفل الدفتر للراجل وهو بيفتحه. بجد مش عارفه اقول لكم كنت متاثره جدا. انا مش فاهمه ايه اللي يوصل حد لكده. انا يوميها لوحدي اصلا قعدت اعيط وفاكريني ان انا بعيط من الفرحه وكده، بس انا كنت زعلانه عليهم قوي ومش فاهمه اعمل لهم ايه. انا لقيت حتى جوزها جاي بيتكلم بطريقه مش طبيعيه، فقعدت اقول للمأذون على فكره هو مش في وعيه، ده الطلاق في الحاله دي غلط. قال لي هو قال بدايه الكلام يا هطلقها يا هقتلها. انتوا متخيلين بتكلم عن ايه؟ هو وصلها لمرحله اللي هو ان احنا لازم حياتنا تنتهي، يا اما حياتك انت اللي هتنتهي. ومامتها تعيط واخواتها يعيطوا. طب اول يوم العيد، طب قضي العيد معاهم. مفيش، هو مش مستجيب خالص. ولقيتها في وسط الاجراءات عماله تقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت واللي ماشي معاها، روحي ربنا ينتقم منها او حاجه زي كده. فقعدت اسرح وقلت طب هو حتى شكله ما عرضش عليها ان هو يتجوز عليها، ده هو خلاص مقرر يرميها بره حياته. فانا مش بس المشكله ان اتنين بيتطلقوا، ولا ان واحد خاين واحده، ولا ان العيال هيتشردوا. ده واضح ان المجتمع اللي حواليا واللي اكبر منه كمان الجمهوريه كلها، واللي اكتشفته بالقناه ان العالم العربي كله عنده مشاكل جامده في اداره علاقاته. احنا ناس ضايعه. الغرب، مش هقارن، انا ما بحبش اقارن ولا بحب المقارنات دي. لنا مبادئنا وديننا وعاداتنا وتقاليدنا، وليهم مبادئهم ودينهم وعاداتهم وتقاليدهم. بس الفكره ان انا كواحد عايز انهي علاقه ابقى بالقسوه وبالجحود ده. لو عايز انهي علاقه انسى المعروف بالشكل ده. طب هي كان في ايديها حاجه تعملها قبل ما تروح للمأذون؟ لو كانت في فترة فعلا هو يعرف واحدة، ليه ما استخدمتش ذكائها؟ ليه ما خلتش بالها من تعاملها مع انه هو ما تعصبوش للدرجة دي؟ طب هو بيتكلم كده، هو شارب حاجة ولا مضطرب؟ وجت من هنا فكرة ان انا عايزة اتكلم عن كل ده. ازاي ترجعي جوزك؟ ازاي لو في زوجة تانية تعرفي تتعاملي؟ ازاي لو انت زوجة تانية تعرفي تتعاملي؟ ازاي تحلقي تحاولي تحافظي على اولادك لو باباهم مضطرب؟ حاولت ان انا اجمع هنا اغلب المواضيع اللي اتعلقت بده كله، وكانوا هم بجد من اكبر دافع ليا ان انا اعمل كده. مش قادره اكمل لكم الحكايه يوميها ان انا انهارت تماما، وقعدت اقول لجوزي ارجوك لو ما حبتنيش ما تاذينيش، عايزين ندخل حياتنا وانا مطمنه. وهو قاعد يقول لي طب انا ذنبي ايه وهم ناس بتتطلق؟ طب انت جايه تطلعي عليا انا ليه؟ انا شخصيه حساسه شويه او بتاثر قوي باللي موجود، ايا كان اللي موجود بتاثر بيه وبعيشه كأن انا اللي عايشه في القصه دي. فقعد يقول لي خلاص روقي، والنهارده كاتب كتابنا ومش هنبداها بالعياط والدموع وكده. وحاولت انسى الموقف ده، بس والله بعد السنين دي كلها انا والله ما مش بيضيعوا من دماغي. ونفسي بجد اوصل لهم او اعرف عملوا ايه في حياتهم، او المسكينه اللي كانت بتعيط دي كملت حياتها ازاي هي واولادها. بس ربنا يا رب لهم رب ارحم مني وارحم من الدنيا كلها. بس
عايزه الطاقه اللي كانت جوايا يوميها في ان امنع الطلاق ده، عايزه اطلعها هنا. عايزه القناه دي تكون صوت ليا يوصل الدنيا كلها. يا جدعان حافظوا على بيوتكم، يا جدعان. اعرف استشاريين نفسيين كتير جدا تيجي تشتكي الواحده تقول لا اتطلقي. طب حضرتك يعني انت مش فاتحه مكتب وفاتحه قناه وفاتحه يعني وعامله بيدج على الفيسبوك عشان تقول لها اتطلقي؟ انت يعني ما بقولش انك تعيشي مقهوره، انا بقول لك حاولي. ولو عملتي كل اللي في ايدك والدنيا باظت، خلاص اسم ونصيب، وان يتفرقا يغني الله كل ذي سعة من سعته. يا رب اكون قلت الايه صح. يعني انا اسفه لو في حاجات بتتلخبط مني، مش هقول لكم انتوا بتعذروني، انا عارفه ان الدين ما فيهوش عذر، بس والله الواحد مضغوط ضغطه. ولو تاخدوا بالكم الفيديو ده والفيديو اللي قبله ما بينهم قد ايه، شهر ونص عشان اعرف اقعد النهارده اصور لكم الفيديوهات دي. مش عايزه اطول عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.